السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، أحلى متابعين في الدنيا. يا رب السنة الجاية تكونوا على جبل عرفات بإذن الله تعالى، وتكونوا في رحلة سعيدة بحج جميل كده. كل اللي بيتمناها ينولها بإذن الله تعالى. كل عام وأنتم بخير، أحلى متابعين. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، وما تزعلوش مني على التأخير، إن أنا اتأخرت عليكم كتير، بس غصب عني، لأني فعلا كنت متضايقة من القناة وعدم التفاعل، قلة التفاعل عليها. فالموضوع ده مضايقني نفسيا ومخليني مش حابة ان انا اعمل فيديوهات، او ان انا اظهر بفيديوهات تاني على القناة، لان دوت مضايقني جدا جدا. فطبعا يلا بينا ونشوف فيديو النهارده بيتكلم عن ايه، وبلاش رغي كتير. اول فيديو حبيت انزله لكم بعد تاخيري، ان انا عملت الجمبري الجامبو الجميل دوت. حبيت اعمله زي المطاعم، صينيه الجمبري الرهيبه دي. عايزه اقول لكم يا بنات جميله جدا جدا، وطعمها خطير خطير. لو انت متعوده تعملي الجمبري المقلي، جربي المره دي تعملي الجمبري الصينيه او الطاجن، هيعجبك جدا جدا. اول حاجه كده حبيت اوريكم انا بطلع الكيس الرمل ازاي من الجمبري. بصوا يا بنات، انا ببدا كده من الظهر، اشقها او افتحها فتحه بسيطه خالص. اقول لك على حاجه، لو انت بتشقيها بالسكينه من ظهرها مش مشكله خالص، تطلع معاكي برده بكل سهوله. لو انت مش حابه تفتحي ظهر الجمبري بالخله كده بتاعه السنان، وتبداي تعملي ثقب صغير كده في ظهر الجمبريايه، وتبداي تشدي منها الكيس الرملي واحده واحده كده، وتطلعي بيه. عايزه اقول لك طريقته سهله جدا جدا وبسيطه خالص، واللي ما جربتش موضوع الجمبري او ان هي تشيل منه الكيس الرملي بكل سهوله، الفيديو ده هيعجبك يا حبيبه قلبي. طبعا لو انت برضو مش بتعرفي، ممكن تخلي بتاع السمك اللي انت اشتريتيه من عنده يشيلك الكيس الرملي، مفيش مشكله خالص، ما بيقولش حاجه. وبعد كده بقى هندخل على الخطوه اللي بعد كده، ان انا جبت الصينيه بتاعتي او الطاجن اللي هتشتغلي فيه على طول. طبعا عايزه اقول لكم الجمبري ما بياخدش غسيل كتير خالص. هو شطفه مبدئيا بعد ما بتشيل الكيس الرملي كده في الطبق تحت الحنفيه، وبعدين تشطفي كمان مره، وبعدين المره يعني مرتين ثلاثه، وبعدين المره الاخيره نص عصره ليمونه بس كده عشان ريحه الزفاره، وتشطفيه على طول، ما بتسيبوش في الليمون، شطفه بس كده بس كده على طول. شطفته كده وخلاص، وحطيته في مصفى يتصفى من الميه بتاعته، وركنته على جنب عبال ما ابدا اجهز الصينيه والخضار اللي هشتغل بيه. حطيت كده حوالي معلقه من الزيت في الطاجن او الصينيه اللي هتشتغل فيها، ونزلت كده كان معايا بصل مكعبات صغيره كده مقطعاه، ومعايا برضو فلفل مقطعاه، فلفل حار وفلفل رومي، ومعايا معلقه صغيره، معلقه كبيره يعني معلقه مليانه من المعلقه الصغيره اللي هي بتاعت الشاي، تكون مليانه من الثوم المهروس. تمام يا بنات. نزلت كده بالبصلايه المتقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين في معلقه الزيت على النار، وهبدا اشوحها كده تشويح بسيط. وبعد كده بعد ما بشوحها التشويحه البسيطه دي، ما بتاخدش لون خالص، احنا بس بنشوحها يعني كل المواد كده تتجانس مع الماده الدهنيه بس، مش اكتر. ما بنحمرش البصله خالص يا بنات، تشويحه بسيطه، مجرد انت تشمي ريحه بس الخضار، البصل والثوم والفلفل كده والتوابل، مجرد انت تشمي ريحتهم بس. تمام. ببدا اشوح البصله كده زي ما انتم شايفين، وبعدين هبدا انزل عليها بالفلفل والثوم اللي انا قلت لكم عليهم مجهزاهم. الفلفل لو انت بتحبي الحاجه سبايسي كده حراقه، بتحطي قرن كامل من الفلفل الحار. لو انت مش بتحبي الحاجه تكون حراقه، هتحطي بس فلفل رومي عادي. عايزه تحطي فلفل الوان مفيش مشكله خالص، المتاح عندك يا حبيبه قلبي اشتغلي بيه. يعني انا قلت لك على اساس الوصفه او الطريقه، وبعد كده لو انت حابه يعني مش متاح عندك الفلفل العادي، حطي الفلفل التاني. لو انت عندك هريسه الشطه اللي احنا بنعملها للاسماك، ممكن تحطي هريسة الشطة دي طبعا بيكون عليها توم وعليها فلفل وتوابل، ممكن تحطي معلقة صغيرة برضو، وتستغني عن الفلفل الاخضر، وتستغني عن معلقة التوم اللي هي السادة. تمام. انا بديكي بدايل، لان طبعا شعارنا في قناتنا نبسط الامور ما بنعقدهاش باذن الله تعالى. وزي ما قلت لك كده بالظبط، نبدا بقى نشوح كله، وبنضيف بقى التوابل بتاعتنا. عندك الكزبره، الكمون ده اساسي للاسماك، وطبعا رشه ملح ورشه فلفل اسود. وهقول لك برضو على حاجه ممكن تجيبيها وتظبط معاكي الدنيا خالص، ان انت بتجيبي خلطه السمك من عند العطار. خلطة السمك بتيجي، ممكن لو هتجيبيها، لو عطار مضمون بتجيبيها من عنده سايبة.
لو كده ممكن تجيبيها اللي هي الاكياس، تقولوا عايزه كيس خلطه السمك اللي انا بضيفها دلوقتي كده. ببدأ بقى كل دوت اشوحه كده مع بعضه، مع الخضار اللي هو البصل والفلفل والثوم، اشوحهم مع بعض لحد ما الدنيا كده تتنكه مع بعضيها وتاخد ريحه قويه. عايزه اقول لكم ريحه جميله جدا جدا وانا شغاله بيها دلوقتي. بعد كده هبدأ انزل بالجمبري بتاعنا زي ما قلت لكم اهوت بالشكل دوت. هبدأ بقى اقلب. مجرد الجمبري يا بنات ما بيشم النار بيدي بقى اللون، لونه بيغير، بياخد اللون البينك الجميل دوت. في ناس كتير جدا سألتني وقالت لي ليه الجمبري لما بنشتريه بيكون لونه غامق واحنا بنشوفه في المحلات بيكون لونه بامبا. حبيبة قلبي، هو اصلا لما بنشتريه نفس اللون اللي انتوا شفتوه معايا كده في الفيديو بيكون ده لونه. بعد كده لما بيشم ريحة النار بيدي اللون البامبا دوت، لونه بيغير خالص. تمام. عايزه اقول لكم كده يعني تركية بسيطة جدا جدا وجميلة. وكمان من النصايح اللي هقولها لكم فيديو النهارده، الجمبري ما بياخدش سوا كتير خالص. تمام. لان لو سبتيه فتره طويله على النار بيعضم بيشضط. تمام. فبيكون طعمه مش لطيف خالص. فهبدا بقى اديله تشويحه كده بحيث ان هو كل المكونات تتجانس مع بعضها. تمام. اديته التشويحه الحلوه والتقليبه الجميله دي. هبدا اغطي عليه النار واسيبه 5 وارجع تاني اضيف عليه كوبايه من الميه. كوبايه من الميه يا بنات، وانصحك ان كوبايه الميه دي تكون مغليه. تمام. هبدا اضيف عليه كوبايه بس واحده من الميه. طبعا لو انت حابه برضو تضيفي مكعبات من الطماطم، مكعب الطماطم ده بتكون حبايه واحده من الطماطم بتقطعيها مكعبات وتضيفيها على الجمبري بتاعنا. ده بيساعد على تعزيز الطعم وكمان اللون، ويخلي الشوربه بتاعته جميله جدا. في ناس بتحب شوربه الجمبري بتحب تشربها، بتبقى جميله جدا. ممكن تعمليها زي صوص وتغمسوها كده بالعيش او بالتوست. بعد كده زي ما قلت لكم ضفنا هي حبايه واحده من الطماطم، ضفنا مكعب، عملناها مكعبات وضفناها على الجمبري. ببدأ بقى كده كل المكونات تجانست مع بعض. هنضيف كوبايه الميه المغليه اللي قلت لكم عليها، وهنبدأ نغطي على الجمبري القمر دوت على النار. هنسيبه حوالي من 10 دقايق ل15 دقيقة بس، ونطفي عليه النار. بنات لو انتوا حابين تعملوه بقى في الفرن، طاجن في الفرن، بعد كل الخطوات اللي عملناها دي بتضيفي الميه وتغطي بورق فويل وتشغلي الفرن على درجه حراره 200 على الشبكه، وتزقي صينيه الجمبري. هتسيبيها حوالي 30 دقيقه في الفرن، تطلع معاكي اللهم بارك جميله جدا جدا ومستويه وطعمها جميل. وزي ما قلت لكم وهقول لكم تاني، الجمبري ما بيقعدش سوا كتير، يعني ما تسيبوهوش على النار كتير علشان ما يجلدش وما يعضمش، يكون طعمه مش لطيف. تمام. ادي بقى مرحله الجمبري اللي عملناه، بس انا النهارده عملته على البوتاجاز كده عشان اوريكم. ممكن نشتغل بيه بالخطوتين، انت تعمليه على البوتاجاز من فوق، وممكن تعمليه في الفرن، والطريقتين اسهل من بعض وبنفس الطريقه ونفس الخطوات. والطعم كمان ما بيختلفش عليه اتنين، بيكون طعمه حلو جدا. بدوق بقى كده طعم الشوربه بتاعته، الله على الجمدان، جميله جدا جدا. وعايزه اقول لكم ريحته قلبه البيت، مش الشقه بس، ريحته قلبه البيت. طريقته جميله وسهله وبسيطه. وعملنا طاجن الجمبري اللي بنشتريه من المحلات بمبالغ عاليه جدا، عملناه في البيت طريقه سهله وبسيطه وغير مكلفه خالص بالمره. بألف هنا حبايب قلبي على اللي اكل من الوصفه، والف هنا على اللي هيعملها وياكل منها. وتسلم ايديكم وعينيكم ويسلم لسانكم وتسلم كومنتاتكم الحلوه. وما تزعلوش مني على تاخيري عنكم، بس غصب عني والله. زي ما قلت لكم عدم التفاعل على القناه بيعمل لي احباط كبير جدا جدا، فبيخليني ان انا ما اعملش فيديوهات. يعني طبعا انا عملت اكل العيد، وعملت فتة العيد، وعملت اللحوم، وعملت الحلويات، وعملت كل حاجه حلوه تتخيلوها، بس ما صورتهاش. اعذروني لان فعلا نفسيتي قافله جدا. ادعوا لي ان ربنا يكرمني باذن الله تعالى.